أنا اللي بتذكره هيك سيارات كتير، سيارات بيض كبار، ركبوا كل النسوان كلهم مع أولادهم، في منه بس بنات ما في معهم أمهات يعني، والزلم كله راح يعني هيك صف لحال. حتى لو رحنا هنيك السجن ما شفنا الرجال، بس النساء. أنا اللي بتذكره أول شي نحنا كنا وأمي سوا، يعني أنا وأمي وأخواتي كنا سوا. بعدين بعد فترة 3 شهور خدوا أمي لحال، وأنا وأخواتي حطونا هيك مثل مضافة فيها كتير يعني كتير نسوان، يعني بس نساء ما في زلم. وأخوي أخدوا له كمان لحال، بس ما بعدوا عنا يعني كنا دائما نشوفه. بعدين ضلينا معاهم شهر وشوي، اجوا قالوا لنا أمكم ماتت. نحن سألناهم كيف ماتت، قالوا كانت هي بدورة الشرعية ما بعرف ايش، والطيارة قصفتها وماتت. واخوي يعني كان كل فترة كان عمره صغير، يعني حتى آخر أيام الباغوز لما طلع كان دوب 13 سنة. أكيد خفنا يعني. هن حطونا عندهم سجن كبير، نحن كنا قاعدين بالغرفة، هن اجوا قالوا رح ناخذها ونرجعها مثل تحقيق بس، وبعدين ما رجعوا. بس لما طلعونا من السجن على قرية الميادين أخذونا. كان معانا بنتين يزيديات أسماء ووطفة، كانوا معنا بنفس المضافة. كنا نحن بنات يعني اللي ما عندهم أم، كله في وحدة يعني مربية متكفلة تربي، كنا كلنا سوا. رحنا على الميادين وهجين وشعفة والسوسة، كتير مناطق. آخر شي بالباغوز، طلعنا من الباغوز ب 2019 على المخيم. كمان كله بالمضافات، يعني ما كانوا يخلونا نطلع من المضافة، لأنه أخوي كان صغير يقول لهم بدي أطلع أخواتي نسكن أنا وياهم ببيت، يقولوا له لا أنت صغير بس تكبر بيطالعونا من المضافة. كنا صغار، أنا تقريبا كنت 8 سنين، أخوي 10، ثانية أصغر. حاطين يعني بغرفة، نحن وأمي بغرفة لحال، وبس أخوي لا، كانت معنا وحدة تانية، أخوي حاطينه برا هيك مثل كوريدور كبير كل الشباب فيه، يعني ما يفوتوا جوا عن النساء أبدا. نسمع أحيانا صوت ضرب بس ما نشوف يعني. أكتر شيء صوت يعني ضرب يجي من جوا من عند الشباب يعني أكتر شيء. في نحن لو كنا بالمضافة جابوا علينا البنتين هاي أسماء وطفة، كانوا عند زلم جابونا على المضافة. نحن يعني كتير ما كنا مقتنعين إنه نحن يعني يزيديين، كتير نجي على التحقيق نجي ونروح. آخر شيء بالإدارة المدنية سووا لنا تحاليل حتى مشان نحن نتأكد، وكمان عائلتنا تتأكد. سووا تحاليل دم، تحاليل هيك، وطلع متطابق، ويعني وعرفوا نحن يزيدين وطلعونا. يعني لسه يعني شوي يعني مصدومة يعني إنه أنا طلعت يزيدية وهيك، بس يعني الواحد شوي بتقبل. طبعا بتمنى لكل يعني حدا بالمخيم يعني يزيد يرجع لعند أهله، إنه ما يضل جوا بالمخيم، لأن المخيم كتير وضعه صعب. إيش بتتمني لكل بنت يزيدية؟ ترجع لعند أهلها. عمري 14. أخواتي يعني هلأ بس أنا وأختي، أكيد بنشتاق أشوفه كتير، وأختي كمان بدي أشوفها بأقرب وقت، يعني إن شاء الله يعني رح يدوروا عليهم ويجيبوهم، يعني هيك أكيد الواحد كيف ما بده يشتاق لأخواته. كنا بالمضافات مثل أحيانا كانوا يعيطوا علينا، ممكن صغار وهيك يعيطوا علينا أو شيء، مثل كانوا يعصبوا منا، مثل ما يحاكونا بهدوء، بتيجي تعيط بوجهك، تساوي هيك، تعيط علينا لا تروحي لهنيك لا هيك. كنا يعني أحيانا نشتغل مع النسوان الحوش، نساعدهم شطف المضافة يعني هيك بس. مثل كنا نروح على المدرسة، هذا معهد كنا نروح هنيك ندرس، بيعطونا كل شي، رياضيات وقرآن، بيعلمونا يعني كيف نصلي، يعني بيعلمونا كتير شغلات. كانوا بعرف يعني أنا أقرأ قرآن، يعني هن علموا كتير، مو في كتير بنات الكل تعلم. أنا كنت أشوف البنات يتعلموا، أول شي ما كنت أعرف، بعدين يعني صرت أغار وهيك أقرأ كتير مشان أحفظ. كنا أنا وصديقاتي 3 نتسابق مين يخلص الجزء قبل، بس كانت بس أسماء زيدي، أما الثانية لا مثلنا يعني حرروا وطلعت من عند أهلها. أول شي كنا قاعدين بمسجد، بعدين أخوي قال لنا مشان يعني نطلع من هنيك بركي وحدة مثل انكسرت إجرها وإذا، قال يعني إيش أنا بدي أساوي. وجينا مع هاي المرة اللي كنا قاعدين معها أمي،
طلعنا معاها أول شي رحنا قعدنا بغرفة يعني صغيرة في نحنا و4 عيال يمكن. إيه ضلينا قاعدين فيها يومين 3 يعني هذيك المرة كنا نعرف يعني الباركين معاها بنعرف بناتها. بعدين رحنا مشينا شوي إجا فان ركبنا فيه وجابونا هيك على نقطة للأشايس وهنيك فتشوا الشناتي بس وبركونا شوي قعدنا. بعدين بعد نص ساعة إجا ركبنا بالبيكام رحنا لقينا كتير يعني هنيك عالم كانوا نايمين قبلنا نايمين هنيك بالصحراء. وإجا باص وأول شي عطونا ألعاب وهيك للولاد صغار عطونا حليب. بعدين ركبنا بالباص ضلينا فيه يعني وقت طويل يمكن تقريبا من الصبح لليل نص الليل. أول شي وقفونا على الدكان اشترينا أكلات وهيك بعدين ودونا على الاستقبال. نمنا هنيك يمكن يومين 3 يعني بينما سوينا بطاقة حققوا معانا وهيك بعدين سلمونا خيمة ورحنا سكننا بالمخيم. طيب أمك الحقيقية بتتذكر يا شيء؟ يعني بس بتذكر شكلها أما هيك شي ما بتذكر كتير. لا شوي طويلة كانت هيك لسه مو كثير يعني مو كثير سنين ضعيفة ما بتذكر كتير يعني بتمنى لها ترجع لعند أهلها وتعيش يعني بتمنى ترجع لعند أهلها وتشوف حياتها مو تضل هنيك هيك مثل في بنات هلا غيرنا أزيديين بيعذبوهم بضربوهم يعني كثير متعذبات. بتمنى إنهم يرجعوا لعند أهلهم ويخلصوا من هذا الشيء.